تعالوا اوريكم يوم كامل من ايام الكورسات. الاول حضرت شنطتي ونزلت على طول. وصلت وبدات الساعه 2 وربع بالظبط عشان المحاضره النهارده طويله جدا. دي كانت استكمال محاضره اليوم اللي قبليه بتاع البروجرام ديزاين وكيفيه تصميم البرامج التدريبيه. الشباب كانوا مبسوطين جدا بكميه المعلومات اللي هم خدوها. وبعد كده بدات اخد الاسئله بتاعتهم عشان لو حد واقف في حاجه معينه او محتاج يزود معلوماته من خارج السلايد. بعد كده فهمتهم الامتحان عباره عن ايه وبدانا الامتحان على طول. اي حد كان بيبقى عطلان كنت بقف معاه على طول عشان اساعده، سواء في تمرين معين مش عارف التحليل الحركي بتاعه او كيفيه نقل الاحمال على الجسم. طبعا الامتحان بيكون اوبن بوك لان هو بيبقى معتمد على الفهم مش الحفظ، لان يهمني في الاخر المدرب يكون طالع فاهم عارف يعمل اي برنامج مهما كان مستوى العميل اللي قدامه. فبيصمم برنامج تدريبي كامل كأن في عميل جديد معاه في الجيم بالظبط. بيعمل اكسرسايز سيلكشن، بيختار التمارين المناسبه، وكمان لازم يكون فاهم حركه كل تمرين عشان يحط اسم الحركه، وبعد كده يستنتج العضلات اللي اشتغلت في التمرين ده ويكتب اسم العضله المستهدفه الاساسيه والعضله المساعده، ويحط تفاصيل البرنامج كله زي ما احنا اتعلمنا. وده طبعا الجزء الاولاني من الامتحان، لان في جزء تاني ضخم جدا بيكون عباره عن التحليل الحركي وتحليل الاحمال في الجيم. اكتر حاجه بحبها في اليوم ده اني بكون قريب من كل واحد فيهم وببقى مبسوط قوي بمستوياتهم. هم ما شاء الله عارفين يحلوا كل حاجه لوحدهم، واللي بيكون عطلان في حاجه صغيره او كده بساعده وبعد كده بيكمل لوحده. الحمد لله كل واحد خلص. بعد كده بلم الاجابات وبنتصور صوره جماعيه وكل واحد صوره لوحده. ودي في الاخر السكرينات اللي انتم بتشوفوها كستوريز على السوشيال ميديا، ولكن اللي انتم شايفينه دلوقتي ده من جوه المطبخ وايه اللي حصل في اليوم كله من الداخل. واشوفكم المره الجايه في الكورس اللي جاي، مش مجرد بتتفرج عليا في الفيديو زي دلوقتي، وده عشان تبقى انت العظمه اللي جايه. سلام.